السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يوم جديد وفيديو جديد من أسرار المطبخ مع هيام. ان شاء الله كده جاية معاكم كده أعمل روتين كده في البيت خفيف، أكلة كده وحاجات بسيطة. آه، حابة كده أشكر كل الناس اللي بتتابعني. ما تحرمش منكم أبدا، وربنا يخليكم ليا وإخواتي اللي شرفوني حبايبي اللي بيخشوا كده يشتركوا عندي في القناة. نورتوني وشرفتوني، ويا رب نكبر كده ونبقى أحلى عيلة. وما تحرمش منكم ولا من تعليقاتكم الجميلة، والناس اللي بتدعمني وأولهم ماما، ربنا يخليكي ليا يا ماما، ودايما كده مشجعاني ومسانداني، وما تحرمش منك أبدا ويخليكي ليا يا حبيبتي يا رب. وكل الناس اللي بتخش كده تشترك وتتفرج وتحط لي لايك، ربنا يفرح قلوبكم كده ويبارك في عمركم ويخلي لكم أولادكم، وينصركم كده بإذن الله نصرا عزيزا، وينصر أهل فلسطين، وينصر كل الدول العربية وكل الأماكن والدول اللي فيها مشاكل. ربنا يا رب كده يقف معاهم وينصرهم إن شاء الله. النهاردة هنعمل ايه؟ ان احنا بقى بصوا، احنا بنحاول نعمل وجبات اقتصادية عشان احنا اخر الشهر. انا زي ما قلت لكم قبل كده، والناس اللي لسه داخلة عندي ما تعرفنيش، انا موظفة. وايه دلوقتي كده، دي الايام بتاعتنا دي كده، احنا اخر الشهر، الاخر الشهر بتاعنا بيبتدي من نص الشهر او قبل نص الشهر. فحاولت بقى ان انا اعمل كده ايه وجبة سريعة كده، وفي نفس الوقت تكون اقتصادية. يعني بقول لكم طبعا انتوا اكيد عارفينها، بس انا بقول لكم طريقتي في عمايل الحاجة يعني. قلت بقى ايه، نعمل صينية عجة وبطاطس، وعملنا كده بتنجان مخلل، وكانت لقمة ايه زي العسل وزي الفل، وكلناها كده وبألف هنا وشفا. طبعا ايه، كل يوم هنعمل اكل ايه، ولكن طبعا مش ضروري بقى لحوم والكلام ده كله. ممكن بأي أكلة والله العظيم يا جماعة، ولا بالأكل ولا بالشرب. يعني ممكن تاكلي كده تسلقي بيض ولا تقلي بيض وجنبيه جبنة، او تحمري جنبيه بطاطس وتاكلي، واحسن من مليون حتة لحمة وفرخة وفرخة مشوية ومش عارف لحمة محمرة والكلام ده كله. والله اهم حاجة الواحد يبقى نفسيته مرتاحة وباله مرتاح، اهم من حاجات كتيرة قوي. انا هنا بقى كده عملت ايه، حمرت البطاطس، وقلت بقى ايه ابتدي اعمل في صينية العجة. كنت واقفة على إيه، على كيس البيكنج باودر، عمّالة أتحايل على لبنتي انزلي هاتيه، انزلي هاتيه. فالحمد لله بقى إيه، جبنا الطلبات كلّها. طب هاعمل إيه الأول، حمّرت كده البصلاية، أو صفّرتها يعني بمعنى أصح. مش باحب ما يعني إيه، ضروري العِجّة اللي هي في الصينية دي اللي بتدخل الفرن تكون البصل بتاعها كتير. أولًا البصل بيدّيها تسكيرة كده، بيودّي طعمها في حتّة تانية بصراحة. فأنا هنا ما كانش عندي غير قرن فلفل واحد، أنا طبعًا آخر الشهر كده وتلاجتي فضيت. هنا بقى كنت عاملة فلفل أحمر، وحاطاه دايمًا، أنتم عارفين إن أنا باحطه في الفريزر، باستخدمه بقى في حاجات كتير. خدت كده معلقتين وحطيتهم على البصل بعد ما دبل، والقرن فلفل الأخضر الجميل ده، وإيه وخضرة بقى شبت وبقدونس وكزبرة. الخضرة الحمد لله دلوقتي بقت حلوة جدًا، بس استني شوية، يمكن إيه برضه يعني لسه شوية، ولكن هي حلوة أحسن من الفترة اللي فاتت. انتوا عارفين بقى شهر 8 و7 و9 والكلام ده، الحر بيموت الخضرة ويخليها بقى ايه صغيرة وعودين كده في الحزمة. والبقدونس كنت لأول مرة في حياتي أشوف عيدان البقدونس قصيرة كده، هي والكزبرة. لا الحمد لله دلوقتي الخضرة رعرعت وبقت في منتهى الجمال. بس برضو استني شوية، يعني على الشهر الجاي كده أو اللي بعده لو عايزة تخزني خضرة. وأنا بإذن الله كده ناوية والنية لله يعني، إن أنا أشتري كده إيه مشلة من عند الراجل بتاع الخضرة، وأخرطها كده وأغسلها وأحطها في الفريزر. هتنفعني لأني طبعا في الصيف بتبقى مش حلوة خالص وبتبقى غالية. ولا نحاول إن احنا كده إيه، نحاول نوفر على قد ما نقدر. ولو إن والله يا جماعة الأيام دي مفيش توفير، مفيش أي حد بيوفر أي حاجة. حتى الوجبات اللي إحنا بنقول اقتصادية والكلام ده، والله كل حاجة مكلفة. وطبعا يعني من غير حلفان، انتم مصدقيني وعارفين البيوت ماشية ازاي. ربنا كده يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، وما يحوجش حد لحد ويملى بيوتكم كده بالخير والهنا والسعد يا رب. بدأت بقى ان انا ايه، ممكن تعمليه بالهاند بلندر.
بس أنا باحب الخلاط، باحس إن الخلاط بيدخّل لي في الكيكاية أو العجّاية والكلام ده كده، بيدخّل هوا فبيخلّيها ناجحة يعني أكتر. أنا عملت 5 بيضات في الخلاط كده وضربتهم وحطيت لهم إيه، شوية ملح وفلفل أسود عشان الزفارة وضربتهم في الخلاط. طبعًا إيه، الطاسة أهي جنبي، كنت بقى عملت البصل والخضرة. الخضرة طَب تحطيها قد إيه، لأ ولا تحطي لها مَيّة ولا أي حاجة، شوية صغيّرين وهتلاقيها إيه، اتضبّطت، يعني تقليبتين كده مع البصل، لإن طبعًا الطاسة بتبقى سخنة والبصل سخن فبتدبل بسرعة، مش محتاجة إنِّك إيه، تسوّيها ولا الكلام ده كلّه، هي بتستوي في الفرن مع التتبيلة كلّها. أهو حطيته كده في الخلاط، وللأمانة برضه ده مش بيض بس على الدقيق، أنا حطيت شوية مَيّة من الكاتل اللي كان جنبي ده. هتقولي لي طب مَيّة سخنة، لأ والله مَيّة عادية، بلاش حاجات سخنة عشان أنتِ هتضيفي لها بيكنج باودر، وما ينفعش بقى البيكنج باودر مع الحاجات السخنة أوي ممكن يبطل مفعوله يعني. وطبعًا على بال ما عملت الحاجات دي كان إيه، الجو كويس كان خلّى البصل إيه، يعني ما يبقاش سخن أوي، كان دافي كده حلو. أهو كيس البيكنج باودر كلّه للكمية بتاعتي. بُصّوا طبعًا لإن يعني إيه، أنا مش عارفة هو ده بيبقى الكيس ده كام جرام بالضبط بيكنج باودر، ولكن بيبقى صغير، يعني إيه دايمًا لمّا تيجي تعملي أي حاجة هو مقدار معلقة كبيرة، فإيه تحطيه كلّه أفضل. أهو كل الخليط أهو، ورُحت نازلة بقى عليه إيه بشوية البصل والخضرة الحلوين دول، وقرن الفلفل الأخضر، حابة بقى إيه إنِّك تحطي فلفل حراق ما فيش مشكلة. أنا قبل كده برضه مرّة أو مرّتين عملتها وحطيت لها طماطم، بس لأ، لقيت إن الطماطم بتدّيها تطعيمة حلوة وكل حاجة، ولكن إيه، بتخلّيها تحسّيها إنها طرية كده من جوّه، فلأ، استبعدي الطماطم، يعني لو أنتِ ما عملتيهاش قبل كده وما حبيتيش فيها الطماطم، أو قصدي إن أنتِ عملتيها قبل كده والواحد بيتلخفن، عملتيها قبل كده وما جرّبتيش فيها الطماطم، بلاش تحطّي فيها طماطم. لكن لو أنتِ بتعمليها وحاباها بقى دي حاجة ترجع لِك. هنا بقى تحطّي توابل إيه، ملح وفلفل أسود وكزبرة ناشفة، حطّي كزبرة عشان تخلّي حياتِك منوّرة، وشطة على حسب الرغبة طبعًا، سبع بهارات وشوية كمون وقلّبتها بقى كده. عندِك مرقة دجاج وحابة تحطّي مرقة دجاج ما فيش أي مشكلة خالص. طبعًا العِجّة أساسي إيه يا جماعة، زيت مش سمنة. أهو حطّيت بقى كل الحاجات ديّة، التوابل دي ورُحت مقلّباها، وما تزوّديش بقى توابل زيادة عن اللزوم، لإن طبعًا إيه، إحنا عارفين الحاجة أمّا بتبقى إيه، بتزيد عن حدّها بتقلب ضدّها. كده إيه، وقلّبتها كده في الطبق العجّان الجميل ده، وتدهني بقى الصينية زيت، حابة تحطّي رشّة دقيق ماشي، مش حابة ما فيش مشكلة، وبتاخد في الفرن يعني من حوالي إيه، من 10 دقايق كده لربع ساعة، مش أكتر من كده. أنا كنت دهنة الصينية زيت، وإيه، شوية زيت بقى من اللي في الطاسة، ما أنا قُلت لكم بقى إحنا هنقتصد. وإيه الزيت نضيف، أنا كنت لسه حاطاه مفضياه قدامكم، وأهو تقليبتين كده وتروحي بقى نازلة في الصينية تطلع لك أحلى كيكاية عجة. والله يا جماعة طلعت في منتهى الجمال، وهتشوفوها معايا بعد ما خرجتها من الفرن هيبقى شكلها عامل ازاي. اهو حاجة كده لوز العنب، اهو نزلتها كده في الصينية، بألف هنا وشفا للي كل، وألف هنا وشفا كمان للي يشوفها كده معايا الفيديو ويحط لي اللايك الجميل. متنسونيش بقى ان انتوا ايه، تدعموني وتقفوا جنبي كده، يا رب يخليكم، عشان انا عايزة قناتي تكبر كده وابقى ايه، مرايش حاجة غير ان انا كل يوم اصور فيديوهات واقعد ادردش كده معاكم حبايبي، وعيلتنا كده تكبر كده بدعمكم ليا بعد ايه، بعد كده ما اذن من ربنا يعني. هنا بقى ايه، كان حطيت بقى دورة غسيل في الغسالة وقلت يلا هيلا بيلا اروح انشر على بال ما صينية العجة تستوي، عشان بعد ما انشر الغسيل واقعد بقى اكل، خلاص كده ايه يومي خلص. احنا هنا كنا ايه بعد المغرب، انتوا بتاكلوا متأخر كده اليوم ده، كنا واكلين متأخرين والله. كان عندنا كده شوية مشاوير على بال ما خلصتها، فجيت قلت لا نعمل حاجة كده سريعة. انا من هوايات اكل البيت يا جماعة، مبحبش اجيب اكل من الشارع. اولا الاكل الشارع غالي جدا، ثانيا ما هوش حلو احلى احسن حاجة يعني،
رغم إن ربنا يرزقنا ويرزق الناس كلّها، بس أنا باحب الأكل البيتي. لو هاعمل لولادي أي حاجة، يا رب أعمل مكرونة بس، مكرونة بالطماطم، مكرونة محمّرة، لو مكرونة بس، لو بطاطس محمّرة وبيض، بس مش باحب الأكل بتاع الشارع. يعني في أضيق الظروف بقى لو هُم مثلًا عايزين يعني بتبقى قليل أوي، وخصوصًا أيام المدارس بقى لازم الأكل يبقى كلّه من البيت عشان التوفير. أهو كده نشرت الغسيل، على بال بقى ما أصحى الصبح إن شاء الله يكون نشف ألمّه كلّه وأطبّقه كده وأرصه في الدولاب على السريع. لو عندِك بقى دورة غسيل والّا حاجة حطيها قوام قوام في الغسالة كده، ما تحوّشيش بقى وتتعبي نفسِك. أنا دايمًا في الشتا أغسل على الغسالة اللي هي فوق أوتوماتيك، في الصيف بقى أشغّل الغسالة التانية واشطف بقى واغسل بقى وأحب أبلبط. أهي بُصّوا والله العظيم طلعت كيكة، كيكة جميلة. بُصّوا ما شاء الله مرتفعة وهشة وجميلة وطعمها تحفة. جرّبيها بطريقتي ديّة وهتعجبِك أوي. وكان بقى خلّلت بقى شوية بتنجان مع البطاطس، وكان غدانا فضل ونعمة من عند ربنا، وكلنا والحمد لله رب العالمين.